السلام عليكم، ازيكم يا شباب طلبة الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله امتحانك خلاص يعتبر بكره. لو انت بتشوف الفيديو ده النهارده فانت محتاج تتك في مراجعتك او يبقى من ضمن الجدول بتاعك نماذج كتاب الوزاره، اللي هو الثلاث نماذج الاسترشاديه اللي في الاخر مهمين جدا، وان شاء الله مش هيطلع منهم الامتحان. محتاج تركز معايا كويس جدا فيهم، وهنبدا في حلهم. ونبدا بالنموذج الاول. قال لي النموذج الاول، والامتحان ان شاء الله هيكون عباره عن 4 اسئله نفس الموضوع ده كده، وكل سؤال مكون من فقرتين الف وب. السؤال الاول الف، اختر الاجابه الصحيحه. قال لي عندما تؤثر قوى متزنه على جسم ساكن، قال لي لو انا عندي صندوق بالمنظر الجميل في قوه هنا وليكن 10 نيوتن بتاثر عليه، والناحيه الثانيه في الاتجاه الثاني 10 نيوتن بتاثر عليه، دي كده اسمها قوه متزنه. تفتكر الجسم الساكن ده هيتحرك؟ قال لي لا مستحيل. يبقى قال لي يظل الجسم ساكن كما هو. قال لي الخلايا التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات 2N، قال لي الامشاك فيها N واحده، والحيوان المنوي N واحده، والبويضات او البويضه فيها N واحده، اما الخلايا الجسديه فيها 2N. علل يوصف تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك بانه طارد الحراره. لما يجي يسالك يقول لك اي تفاعل في الدنيا طارد الحراره ليه؟ لانه ينتج عن هذا التفاعل انطلاق طاقه حراريه الى الوسط المحيط. وتقول له المعادله لازم تبقى موجوده، ان الام جي المغنيسيوم لما يتفاعل مع الاتش سي ال سهم كده عليه حراره، فهيبقى المغنيسيوم هيحل محل الهيدروجين، فيتكون عندي ام جي سي ال 2 زائد غاز الهيدروجين H2 زائد هيت حراره. وقال لي التفاعل ده عشان يتوزن انا هحط 2 قبل حمض الهيدروكلوريك. التفاعل ده طارد الحراره ليه؟ لانه ينتج عنه في النهايه طاقه حراريه الى الوسط المحيط. قال لي يندفع الركاب الى الامام عند توقف مفاجئ الحافله. لازم ان شاء الله السؤال ده تلاقيه عندك في الامتحان سواء او عكسه نفس الاجابه. قال لي لان القصور الذاتي للجسم يحاول الاحتفاظ على الحاله بتاعه الحركه التي كان عليها. الركاب كانوا ماشيين، السائق اتك على الفرامل فتوقفوا يا استاذ، فالجسم او الركاب الجسم بتاعهم اندفع للامام. قال لي محاولة للحفاظ على حالة الحركة التي كانوا عليها بسبب القصور الذاتي. قال لي سؤال رقم 3، الأفراد الناتجة عن التكاثر الجنسي مختلفة وراثيا. قال لي بسبب حدوث ظاهرة العبور الوراثي، بسبب ظاهرة العبور الوراثي، وهو تبادل في جينات بين الكروماتيدين الداخليين. الكروماتيدين اللي جوه بيبدلوا اجزاء مع بعض. رقم 4، تكون التنبؤات الجويه توقعات احتماليه وليس حقائق مؤكده لتأثر الغلاف الجوي بتأثيرات كبيرة أو بعدد من التأثيرات، بيتأثر بعوامل تانية كتير. السؤال الثاني قال لي أكمل عملية فقد المادة للأكسجين أو اكتسابها الهيدروجين. قال لي الدم فقدنا أكسجين يبقى عملية اختزال. الفرق بين درجة الحرارة، الفرق ده يعني طرح درجة الحرارة العظمى من الصغرى، قال لي يبقى المدى الحراري. ماذا يحدث إذا أضفنا الماء إلى حمض مركز بدلا من إضافة الحمض إلى المية؟ ممكن السؤال ده يجي لك بطريقة تانية، يقول لك هو كيف يتم إضافة المية للحمض ولا العكس؟ الطريقة الصحيحة إن أنت تضيف الحمض للمية مش العكس. قال لي هنا لحدوث أو يحدث، الإجابة بقى يحدث فوران عنيف وتناثر الماء إلى خارج الإناء. قال لي مما يحدث أضرار بالغة. رقم 2، زادت الكتلة والقوة ثابتة. الكتلة دي هي والعجلة ايه بتساوي اف على ام. الكتلة ده ايه والعجلة ده ايه بينهم علاقة عكسية. يبقى انت يا كتلة لما تزيدي تقل عجلة الجسم، تقل عجلة
الجسم. رقم 3، سقطت حبة لقاح نبات ذرة على ميسم نبات طماطم. قال لي الاتنين مش زي بعض في النوع، فلن يحدث عملية الإخصاب. لن تحدث عملية الإخصاب. انخفضت درجة الحرارة بتاعت الهواء المشبع ببخار الماء. أول ما يحصل انخفاض في درجة الحرارة يحدث انكماش للهواء. طب والهواء ده لما ينكمش ايه اللي هيحصل له؟ تزداد كثافته، كثافته زادت، ويزداد الضغط الجوي، الضغط الجوي. واخر حاجة عندي تقل الرطوبة. يبقى كده السؤال دون مميز، خلي بالك منه. ايه اللي يحصل لو انخفضت درجة حرارة الهواء؟ قال لي تنكمش الهواء او يحدث انكماش للهواء. وايه تاني اللي يحصل معايا؟ قال لي يزداد كثافته ويزداد الضغط الجوي وتقل الرطوبة. السؤال الثالث اللي بعده، ألف اكتب المصطلح. خاصية الجسم في الاحتفاظ بحالته من السكون أو الحركة. قال لي خاصية القصور الذاتي. الخلية الناتجة من اتحاد المشيج المذكر مع المشيج المؤنث الدم. قال لي خلية، هقول له الزيجوت. أما لو كان هنا قايل لي عملية بدل الخلية، هكتب له عملية الإخصاب. قال لي السؤال اللي بعد كده تكملة للنموذج الأول. ب، قارن بين الذوبان الطارد للحرارة والذوبان الماص للحرارة. تقول له الذوبان الطارد للحرارة هو ذوبان ينتج عنه انطلاق طاقة حرارية من النظام للوسط المحيط. أما الذوبان الماص للحرارة ده هو ذوبان ينتج عنه امتصاص طاقة حرارية من الوسط المحيط للنظام. النوع الثاني او قارن الثانيه الروافع من النوع الاول، قارن بينها هي والنوع الثاني. قال احنا هنقارن بينهم. اول حاجه ان روافع النوع الاول نقطه الارتكاز في النص، الاف في النص، والقوه في مكان، والحمل او المقاومه في مكان تاني. تقول له نقطه الارتكاز تقع في المنتصف بين القوه والمقاومه. اما في روافع النوع الثاني اللي في النص عندي المقاومه ونقطة الارتكاز في مكان والقوة في مكان تاني. هنا نقطة الارتكاز F أما القوة E، وهنا القوة E في مكان، واللي في النص هنا مقاومة، واللي في النص هنا هيبقى نقطة الارتكاز. ده الفرق بينهم. الانقسام الميوزي يقول له بيحصل في الخلايا الجسدية وينتج عنه خليتين جديدتين بكل منهما عدد الكامل من الكروموسومات. أما الانقسام الميوزي بيحصل في خلايا المناسل وينتج عنه 4 خلايا، كل خلية فيها نص المادة الوراثية. السؤال الرابع، نظام المرتفع الجوي ونظام المنخفض الجوي. اكتب التعريف. نظام المرتفع الجوي تكون أكبر قيمة للضغط الجوي في المنتصف، وكلما ابتعدنا تقل. أما المنخفض تكون أقل قيمة في المنتصف وكلما ابتعدنا تزداد. في المرتفع ده اهو أقل قيمة في النص، وقال لي بيتشار إليه باللون أحمر، ده المنخفض. أما المرتفع باللون الأزرق، وقال لي الرمز بتاعه H. أما النظام المنخفض الجوي يرمز إليه بالرمز L. السؤال الرابع والأخير ركز معايا فيه كويس. قال لي صوب التفاعلات ايه للحرارة تنطلق منها طاقة حرارية للوسط المحيط. طبعا الطارد. الأزهار الملقحة بالرياح تكون عادة كبيرة الحجم وذات ألوان زاهية. قال لي الكلام ده مش مظبوط، ده العكس. الأزهار الملقحة قال لي بالحشرات. آخر جزء معايا، ما أهمية كل من. قال لي حفظ الطعام بتفريغ الهواء. قال لي عندي هنا ان انا ساعات لما اروح اجيب اي منتج كده الاقي متفرغ منه الهواء. قال لي هنا لنقص غاز الاكسجين والقله او النقصان من تفاعلات الاكسده والاختزال مما يحافظ على الطعام لاكبر وقت ممكن. قال لي هنا يبقى لنقص
الأكسجين ونقص حدوث الأكسدة والاختزال مما يحافظ على الطعام. حزام الأمان في السيارات اللي بيقلل من سرعة اصطدام السائق بالسيارة عند حدوث هبوط مفاجئ في سرعة السيارة. قال لي نقصان سرعة التصادم للسائق بالسيارة. السؤال الثالث، التلقيح الخلطي في النباتات أهميته إيه؟ قال لي أول حاجة يساعد النباتات. قال لي أول حاجة الدم تلقيح خلطي، أنا عايزك تقول لي 3 أسباب. أول حاجة يساعد النباتات قال لي وحيدة الجنس في حدوث عملية التلقيح. وتاني حاجة بيساعد النباتات التي ينمو المتج والميسم في وقت مختلف. الاتنين ما بينموش مع بعض. قال لي المتج والميسم ما بينموش مع بعض، فقال لي كده هنعمل تلقيح خلطي. وبيساعد النباتات وحيدة الجنس. ورقم 3 والأخيرة عدم طول المتج والميسم. الاتنين مش على استقامة واحدة، المتج أو الميسم أعلى من التاني. آخر جزء معايا وآخر سؤال، قال لي خرائط الطقس أهميتها إيه؟ قال لي تحديد أماكن الضغط الجوي المرتفع وأماكن الضغط الجوي المنخفض وتحديد اتجاه الرياح. ودايما الرياح اوعى تنسى إنها بتيجي من الضغط الجوي المرتفع إلى الضغط الجوي المنخفض. كمل تركيزك معايا في النموذج التاني.